بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد. معكم أخوكم حميد دشتي أبو إسماعيل. اليوم التاريخ 8/2/2025. اليوم يوم السبت. موضوعنا اليوم راح يكون اجتماعي. اليوم راح نتكلم عن الطاقة الإيجابية وتحفيز النفس. بصراحة بحثت ما لقيت أجمل من هذه الكلمات التي فعلا تكتب من الذهب، ويقال والله أعلم أنها تنسب إلى الإمام علي عليه السلام، وهو إمام البلاغة. يقول في هذه الكلمات: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدل منك قريب. اعتني بنفسك واحمها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام. وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فهو من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا: كيف ترضي الله سبحانه وتعالى، لأنك لو أرضيت الله رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. تحياتي.